بتبدأ الحلقة وبنعرف إنه من 3 سنين كان هوان جي بيتدرب مع السكرتيرة بتاعته إزاي يعامل البنت اللي بيحبها ويطلب لها إيه، وهو بيقابلها وبيبقى مكسوف برضه بس بيتبسط في الشغل، بيبقى مبسوط وبيشوف جزمة المساعدة بتاعته قديمة فبيجيب لها واحدة جديدة وبتبقى مبسوطة بيها جدا. كانج بيقابل مامة يسو وبتقوله تتقدم لها في رأس السنة، ويسو بتخرج معاه وبتختار سلسلة معينة، ورون بتختار نفس السلسلة وبتقول لاختها هاتيلي منها عشان عندي عرض. تاني يوم بتشوف اختها بترسم فبتقول لها ايه ده، فبتقول لها حاجه شخص بيبص لها على طول، فبتقول لها ايه ده انت معجبه بحد، وبيضحكوا مع بعض وبتقول لها عرفيني عليه. تاني يوم في الشغل بتقول لفونجي انها عايزه تمشي بدري عشان تروح حفله لاختها في راس السنه، فبيوافق وبيبقى هو كمان مبسوط عشان هيقابل حبيبته، وهي بتبقى متردده بس بتكلم كانج عشان يقابلها وبتقوله على الرسمه، فبيقول لها دي لمين دي، ممكن اخدها، فبتتكسف وبتقول له خدها. بيرجع كانج بيلاقي ابو هوانجي في المكتب بتاعه وبيقول له ما قلتليش ليه عن البنت اللي ابني بيقابلها، وبيطلع بيتصنت عليه. فكانج بيروح يشرب وبيكلم جيهيو تجيله وبيقول لها انه كان عايش في ملجأ، وهي بتوصله البيت وبيديلها السلسلة اللي كانت يسوع عايزاها وبيقرب منها. تاني يوم بيبقوا في العربية وبتقوله اللي حصل ده غلط، فبيحضنها وهوان جي بيشوفهم وبيتضايق جدا. بيبقى يوم رأس السنة وجيهيو بتدخل تقوله إنها عايزة تمشي عشان حفلة أختها، بس بيفتكر إنها نفس الحفلة اللي أخته رايحة عليها مع كانج، فبيقول لها زرار القميص التاني ضايع مني، دوريلي على واحد شبهه دلوقتي. فبتجيبه وبتتصل بكانج بتقوله هستناك على السطح مهما اتأخرت. فالتاني بيسمعها ومش بيرضى يروح الميعاد بتاعه، وكانج بيجي الشركة بس هونجي بيقوله أنا شفتك معاه في العربية، فبيقوله دي هي اللي قربت مني، وهي بتسمعهم وبتقعد تعيط وبتمشي بسرعة بس بتشوف يسوع. ورون بيجيلها خبر إن أختها انتحرت فبتنهار، والتاني بيقعد يتحايل عليه ما يقولش حاجة عن اللي حصلت خايف من كلام الناس. فهوان جي بيقوله أنا اللي هتحمل المسؤولية، قول إني خليتها تمر بوقت صعب. ورون بتوزع ورق في الشارع إن في سبب ورا موت أختها، أكيد مش الاكتئاب اللي هيخليها تنتحر. بعدها بفترة صغيرة أمها كمان بتموت، وهوان جي بيروح يحلق عند باباها وبيفضل يعيط لأنه مش عارف يعتذر، فبيسيبه ويخرج يدخن سيجارة بره، وهو بيفضل يبعت لرون ورد مكان أختها. وان جي بيوصل رون البيت على ظهره وهي بتفضل تقوله أنا آسفة عشان انتقامي بوظت الدنيا على زمايلي، وكمان أنا حاسة إن ده مش صح. تاني يوم في الشغل بيقولوا إنهم مش فاكرين حاجة ومش عارفين مين اللي وصلهم البيت، فبتقول لهم انا حاسه ان الرئيس هو اللي وصلنا، فبيقولوا لها اكيد لا، فبتقول لهم بس انا شميت ريحه نعناع. وبيبقى هوان جي لابس نضاره شمس عشان يخبي عينيه، وبتطلع هي اللي ضربته امبارح بالبنيه في وشه. الصحفي وهو بيكلمها على الفيديو فبتقول انا ما نشرتش حاجه، وهو بيبقى نزل فيديو لهوان جي وهو مش عارف يقدم العرض، وبيقعد يقول انه نرجسي واناني وانه طالع لابوه. فالتاني بيشوف الفيديو وبيروح يهزق ابنه وبيقول له ليه انت ابني مش كان، والموظفين بيشوفوه، فبيروح يقعد في العربية وهي بتروح وراه تغلس عليه، فبيفتح لها الباب وبتبقى بدأت تحس انه مش شخص وحش، هو بس مجروح، وبتشم ريحة النعناع في العربية، فبتقول له كنت متأكدة ان انت اللي وصلتنا. السيد كانجي بيقول لهم انتوا لازم تغيروه وهو اللي يقدم العرض الجاي، تعالوا نروح ورشة عمل. فالتاني بيرفض في الأول بس بيروح معاهم وبيلعبوا هناك ألعاب تمثيل كلمة، وهو مفيش ولا كلمة بيعرف يمثلها صح. شوية وبيسمع يوري بتتكلم في التليفون إنها عايزة تكون مع عيالها بس ما عرفتش ترفض ورشة العمل عشان ما تطردش من شغلها، وهي بتشوفه فبيقول لها أنا آسف إني أحرجتك، انتي شايفة إنك دي نقطة ضعفك، بس أنا شايف إنك شاطرة وعندك حاجات لازم تطلعيها. فبتشكره على كلامه معاه وبتقوله على فكرة مش لازم انت اللي تقدم العرض، ممكن تشوف حد تثق فيه يقدمه. فرون بتعدي فبيتنح وهي بتقوله هي عاجباك خليها هي اللي تقدمه. بيبقى ماشي وبيلاقي سلك وزراير في الأرض فبيدوس عليها، وسي جونج بيجيب روهون عشان يعترف لها بمشاعره، فبيلاقيه فاتح كل حاجة واليافطة اللي مكتوب عليها I love you منورة، فهي بتقوله ايه ده يا بص انت بتحبني ولا ايه، وسي جونج بيزعق معاه فهو بيهرب بسرعة. شوية وبيتجمعوا يلعبوا مع بعض وهي بترسم السيد كانج، بس لما بيدخلوا مش بتلاقي الدفتر بتاعها، فبتسألهم عليه وبيخمنوا انها رسمت جواه الشخص اللي بتحبه، وبنلاقي هوان جاي داخل بيه فبياخدوه منه عشان يشوفوا هي رسمت مين،
وبتبقى رسمت واحد معوق أصلا. بيطلعوا برا وهوانجي بيقول لها إن كانج خاطب عشان ما تفكرش فيه، وبيقول لها على عرض التقديمي وإنه هيساعدها فيه، وهي بتقعد تتدرب كتير وهو بيراقبها. بتوصل لفكرة بس مش بتعجبهم، فبيقعد يشجعها وبيقول لها بطريقة غير مباشرة على فكرة تشتغل عليها. وفعلا بتشتغل عليها وبتقدمها، والناس بتعجبهم الفكرة، بس عشان مختلفة بيخافوا ما تعجبش الناس. يوسوب تيجي المكتب عشان الكريسماس لاخوها، وهي بتشوفها وبتقول لكانج قبة، فبتفهم انها خطيبته. ويوسوب تدخل لهوان جي ويعمل لها اكل، وهي بتشوفهم وبتعرف انه بيحب اخته جدا. وهي بتاخد لبس الباندا وبتمشي، بس مش بتلاقي عربيات، فهو بيوصلها وبتروح الميتم اللي اختها كانت بتروحه كل سنة، وبتلبس لبس الباندا، بس هو بيخليها تخلعه وبيلبسه هو. وبيروح داخل الدار يقدم عرض ويلعب ويرقص مع الولاد، وهما بيبقوا مبسوطين وهو كمان مبسوط جدا. وبتخلص الحلقة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.